الرز بالخلطة اللي هيشرفك في أي عزومة. تعالي بقى، عزومات رمضان جاية وعايزين نعمل رز بسمتي خطير أو رز مصري. المتوفر عندك هاتيه. هتجيبي بقى الرز البسمتي أو المصري، وتجيبي مكسرات أو سوداني برضو المتوفر، وكركم وصلصة وقرفة وحبهان وبصل مفروم. واحدة واحدة ونعرف. نجيب حلة على النار، نحط فيها شوية سمنة وشوية زيت، وعليهم بصلاية مفرومة وعود قرفة خشب وواحدة حبهان ومعلقة كبيرة صلصة ومعلقة صغيرة كركم وشوية ملح، ونشوحهم كويس لحد ما ياخدوا لون. ننزل عليهم بالرز. بعد ما ننزل عليهم بالرز نقلبهم تقلبتين، الرز يتشمع. نجيب المية المغلية من الكاتل. لو هنعمل كوبايتين رز بسمتي نحط 4 كوبايات مية. بعد كده نسيب بقى الرز يغلي كويس قوي هو والميه لحد ما تتشرب. نوطي عليه النار على اقل حاجه لحد ما نسيبه يستوي خالص. تمام. نجيب بقى طاسه ونحط فيها حته سمنه وشويه المكسرات اللي عندك. ما عندكيش مكسرات هاتي سوداني مكسر. تمام. شوحيه كويس قوي في السمنه لحد ما ياخد اللون الحلو وحطيه على الرز. هيبقى خطير. بصوا الرز ده هتعملوه وانتوا واثقين ومتاكدين ان اللي هياكله هيعجبه جدا وهيسألك عاملاه ازاي. واستنوني ان شاء الله في وصفات تانية كتير علشان عزومات رمضان. يا ريت اشتراك ولايك.